اهلا 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 من جديد. انا بقى النهارده جاي اوضح اللبس اللي حصل في الفيديو اللي فات، لان الفيديو اللي فات في بنات فهمته غلط خالص. مش ده اصلا اللي انا عايز اقوله، وانا غلطان اصلا ان انا كلمت شويه بنات. يا بنات انا بهزر، انا ما عنديش عيال عايز اربيها. ليه؟ اصلا معيش فلوس اتجوز. المهم البنات في الفيديو اللي فات فهموا ان الراجل طالما الحاجات ديت عنده درجه اولى والعاطفه درجه ثانيه، يبقى هو دايما راجل مادي، دايما كل ما يشوف واحده يتعامل معاها يبقى على طول بيفكر في جسمها. وده تفكير عقيم وتفكير غريب، ما اعرفش هم ازاي اصلا فهموها كده البنات دي. طبعا في بنات فهمتها من الاول تمام الحمد لله، لكن عايز اقول لك ان بالمنطق دوت او بالتفكير دوت لما تيجي تتجوز واحده وتخليها تحبك والبيت يبقى ماشي تمام، اولا البنت عايزه الفلوس، الامان المادي عشان تعرف تصرف عليها، ثانيا العاطفه انك تقول لها كلام حلو، بعد كده العلاقه الحميميه. خلي بالك بالترتيب ده، ما ينفعش تقلب الحاجات، الفلوس العاطفه العلاقه، الراجل العلاقه ثم العاطفه. مش عايزين منك فلوس يا ست الكل، احنا هنقوم بكل حاجه. فبالمنطق دوت اللي انت بتقولوه اللي هو لما راجل يجي يتعامل مع واحده يبقى على طول بيبقى عايز جسمها، بالمنطق دوت يبقى انتوا كمان لما تيجي تكلموا راجل يبقى انتوا عايزين يصرف عليكم او عايزين فلوسه. شفت المنطق عامل ازاي؟ فمش معنى ان الحاجات دي عندكم درجه اولى يبقى اي راجل تشوفوه يبقى عايزين فلوسه، واحنا برضو ادام الحاجات دي عندها درجه اولى والعاطفه درجه ثانيه مش لازم برضو احنا لما نشوف بنت دايما نبقى عايزين منها الحاجه ديت. ممكن نجذب شخصيتها عادي، دمها خفيف، شاطره متدينه، عادي يا ماما. نخش على الاسئله على طول. طب سؤال، ما دام الراجل بينجذب للجسد اولا وكده، ازاي في رجاله بتنجذب للستات اللي بتلبس لبس شرعي؟ ده برضو سؤال يحترم. واحده هي بتفهم وسالت السؤال الصح. ادام احنا رجاله بيهمنا الاول الجسم او العلاقه نفسها، يبقى بننجذب لواحده لابسه لبس شرعي. احنا بننجذب لها علشان هي محترمه، عشان هي مغطيه جسمها، او ممكن كمان ننجذب لها عشان شخصيتها عادي، مش علشان الحاجات دي عندنا درجه اولى يبقى هي اللي طاغيه علينا. ده ريت التعليقات بتقول ان هي طاغيه علينا، ده بيقول ان احنا كده بس يعني سبب اللي احنا في شخصيه وفي عاطفه. طب ما الراجل برضه عايز واحده تحبه، طب ما الراجل برضه ممكن ينجذب على واحده دمها خفيف او شاطره مثلا او متدينه. مش علشان الحاجات دي عندنا درجه اولى يبقى احنا بنفكر في الحاجات ديت بس. يعني انا لما اكون بكلم مع واحده مش على طول افكر في جسمها. ايه المنطق ده؟ ما تفكروا بقى. ازاي هشوف اي راجل تاني طبيعي بعد الفيديو ده؟ ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ اهدي كده، ليه؟ احنا كويسين والله. شروق الفوبيا زادت اكتر. فوبيا ايه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ احنا هناكلك. اهم حاجه اللي هو قال ان ربنا خلقنا بالطريقه ديت عشان نتقبل بقى وما نقولش ايه الهبل ده. يا حبيبتي ايوه ربنا خلق الرجاله كده، ما هوش كده عشان نتقبل وبتاع. ما أنا قلت مليون مره مش عشان الراجل عنده الحاجات دي درجه اولى يبقى على طول بيفكر في الحاجات دي لما يكون بيكلمك. ما ده دوت مش منطقي خالص، لان زي ما قلت بالمنطق دوت انت كده لما تكون بتتعامل مع راجل بتتعامل معاه انه يصرف عليك. طبعا تاثير البنت على الراجل اقوى من تاثير الفلوس على البنت، بس انا بفهمك. يعني ماريا عسيل بتقول يعني تقصد تفهم الشخصيه، لكن في رجاله بتتقي ربنا عندهم شخصيه. انا قلت مليون مره ان ديت حاجه ما تعبش الرجاله، ولو في راجل مش كده يبقى لازم يشوف دكتور كويس بس على وقت قبل ما يتجوز. لكن مش دايما الراجل لما يجي يكلمك يبقى يفكر فيك في كده. انت ممكن تكون بتساليه على حاجه عادي هيفضل بقى يبص في جسمك. ده ايه المنطق ده؟ ويندي ارجوك اتعالج. ليه حضرتك شفاك؟ السؤال الحقيقي هو ليه كل محتواك عن الانثى والذكر؟ عشان بمنتهى البساطه انا عايز اعلم الراجل يتعامل مع البنت، البنت تتعامل مع الراجل، عشان لما يتجوزوا ما يحصلش طلاق. ولسه الفيديوهات اللي جايه اكتر بكتير. لا حول ولا قوه الا بالله. غلاء الاسعار خلى الناس تهلس. لا يا يوسف عادي يعني طبيعي يعني. ايه يعني اسعار؟ راح هذا تفكيرك وعقليتك ان البنات للسرير بس. انا ما قلتش ان البنات للسرير بس، انا راجل جاي اوضح الراجل بيفكر ازاي والبنت بتفكر ازاي. انا اكيد لما اروح اتجوز واحده مش هخليها للسرير بس. طب انا اصرف عليها واقول لها كلام حب وادلعها واعمل لها اللي هي عايزاه. فين بقى السرير بس الموضوع ده؟ يعني لما اتجوزها خلص السرير بعد كده هرميها بره ولا ارجع لابوكي؟ لولي صار عندي فوبيا من الرجال. انت صح، تجنبوهم بقى خالص وسيبوهم في حالهم. الاء بتقول الباب اللي وراك حاساه مرعب شويه. الباب اللي ورايا ده لا ده فاضي مفيش اي حاجه خالص، حتى شوفي مفيش اي حاجه خالص. الفيديو تافه يا اسطى ومالوش اي لازمه، ما اعتقدش ان حد استفاد منه. اللي شايف عكس كده يحط لايك. بص الراجل ده برضه ناصح، قال لك ايه؟ ما قالكش اللي شايف كده، لا قال لك اللي شايف عكس كده، لان هو عارف ان الفيديو مفيد اصلا وعشان ياخد لايكات. حلوه منه. مين ضحك عليك وقال لك ان الراجل عنده سرير بعدين الحب؟ ربنا يعينك على دماغك. يمكن عشان انا راجل مثلا. بعدين انا مش قصدي ان الراجل السرير بعد كده الحب. انا قلت يا حبيبتي ان الراجل بعد ما ياخد السرير حبه ليكي بيزيد اكتر وبيتعلق بيكي اكتر وبيحبك اكتر. تمام. شوشو بتقول انتوا كل حاجه مصارين ارحموا امنا بقى. شوشو انا ما قلتش ان احنا 24 ساعه مصارين، الكلام ده انت جايباه من عندك. انا ما قلتش ان الراجل على طول مصار. شوشو خد نفس عميق وركزي بعد اذنك. الحمد لله ان الست فعلا حياتهم صعبه. ايوه كده، هي واحده حاسه بينا اهو. مريم بتقول بصراحه مش قادر احدد راي حضرتك ولا ايه المصدر اللي انت بتتكلم عنه، لكن كلامك خاطئ ومبني على موروثات تبرر للرجل افعاله. واديك انت قلت اهو تبرر للرجل افعاله. انا قلت تعيبه امتى؟ لما يبدا يستخدمها في الحاجات الغلط في الحاجات الحرام. انا قلت كده، لكن غير كده هو راجل
طبيعي، لان خلي بالك ابوك كده وخالك كده واخوك كده، ولما تتجوزي وتخلفي ابنك هيبقى كده. لكن هل هم بدل منهم حاجه وحشه؟ ما اعتقدش. الراجل اللي اشرف بكر تاكل برسيم شهوته تصار، اي حاجه فيها الروح بيصار عليها والسلام. لا لا لا. دكتوره مي حماده، يعني لو افترضنا كلام حضرتك صحيح، دلوقتي لما ساب يعترف بحب البنت المفروض تاخد خطوه لورا، لان بناء على كلامك هيكون تشد لها جسم فقط وغالبا ما عندوش مشاعر ناحيتها. يا جماعه يا بنات ابوس ايديكم افهموا، انا ما قلتش ان الراجل جسم بس، انا كلامي كان واضح، قلت جسم بعد كده عاطفه. يعني اللي جاي يقول لك انا بحبك ده اكيد حبك عشان شخصيتك، اكيد هو بيحبك فعلا. بعد كده لما يتجوز انت لما تحبيه هتسيمي له جسمك بالحلال. انا ما اعرفش بقى مين اللي جاب، اللي انا كان قصدي على الراجل اللي هو شهوه بس. يعني الواحد لما يجي يقول لك انا بحبك يبقى عشان جسمك بس، ده في حاجات تانية. قلت جسم بعد كده عاطفه، ممكن العاطفه تيجي الاول ولما تديه الجسم هيحبك اكتر، هيتعلق بيك اكتر بعد الجواز طبعا. وممكن اساسا الراجل اللي جاي يقول لك انا بحبك دوت ممكن جسمك اصلا مش في باله اساسا، هو فعلا بيحبك انت. فهمت يا بنات؟ لازم تعرفي ان الراجل عشان يعبر عن حبه ممكن يعبر عن حبه بطريق اللمس كمان، اللي هو لمس الايد، تطبيل في الحلال طبعا. انديل بيقول الراجل مش كائن حيواني بيشوف الزوجه في السرير وبعدين الشخصيه زي ما حضرتك قلت. الراجل بني ادم ربنا ميزه بعقل وحكمه عن باقي خلقه، والراجل والست السويين نفسيا وعقليا بيختاروا شريك الحياه بشكله واخلاقه الاثنين، مفيش حاجه سابقه الثانيه. لا الراجل في حاجه سابقه الثانيه، والست برضه في حاجه سابقه الثانيه، الفلوس، العاطفه، الراجل الحميميه، الراجل الراجل الحميميه والعاطفه. وبرضه هو نفس الكلام تاني، الراجل لما تيجي تقدم انتوا الاثنين ترتاحوا لبعض، يعني تتاكد ان هو يجي يصرف عليكي وهو برضه شايفك اللي انت عاجباه، هتتجوزوا. وبرضه اخترت بعض عشان الدين والشخصيه، مش عشان الحاجات دي غالبه عنده يبقى هو يبقى كائن حيواني وما فكرش في الحاجات دي بس وخلاص. ولا ايه يا عم انديل؟ الحمد لله رواية نسوية رجعت حقوقها وعرفت قيمتها وحمتها من أمثالك. كلكم وحوش. عندي سؤال ويا ريت حضرتك ترد عليه. ليه الرجاله بتتجوز؟ هو ان عارفه عشان الشهوه، ولكن كون راجل يروح لبيت اهلها ويطلب ايدها عشان جسمها، مش ده في اذلال شويه للست؟ يعني الست دلوقتي بقت مجرد جسد او دميه بيفرق فيها الراجل شهوته، زي ما حضرتك قلت ان الجسد اولا بالنسبه للراجل. يعني الصراحه انا مش فاهمه، ودي بتقول ان ده شيء مؤلم نفسيا للست يشوفها جسم بس. ايوه احب اقول لك انا عارف انتوا ما بتحبوش كده، وكمان بتشوفوا الموضوع دوت اهانه ليكم وبيوجعكم نفسيا، لان انتوا عايزين راجل يحبكم. لكن الراجل اللي جاي يتقدم دوت يعني هو دفع لك المهر وجاب لك البيت وهيصرف عليك بعد ما يتجوزك وكلم اهلك وهيجيب لك عيال وهيربيه معاكي، كل دوت واخدك عشان الجسم بس؟ طب لو عشان الجسم بس كان يروح يعملها في الحرام، لكن ده هيصرف عليكي وهياكلك وهيحبك وهيعمل لك كل اللي انت عايزاه. لان انا عارف ان دوت بيهين المراه، انا عارف البنت بتحب ان الراجل يشوفها انها جسم بس، مفيش راجل يحب ان البنت تشوفه انها فلوس بس. ليه بالمنطق دوت؟ انا قلت ان البنات بالنسبه لهم الفلوس اول حاجه عشان العيشه تستمر. اللي جاي يتقدم لك دوت اكيد انت بتحبيه وعايزاه، بس انت اكيد يعني مش شايفاه انه ATM وخلاص، عشان الحاجات دي عندكم نمره واحد، واحنا عشان الحاجات دي برضه عندنا نمره واحد. اللي انا لما اجي اتقدم لك شايف الجسم بس، برضه بحبك وعايز شخصيتك وعشان ديك واخلاقك. تمام، انت كده اختصرت علينا الاف الصفحات من الكتب بفهم العقليتين، هذا شرف لي. لولا نحن افضل بكثير. لولا معناها انتوا ناقصين عقل ودين. لولا دي زودتيها قوي. طيب بالمره بقى، يعني ايه ناقصات عقل ودين؟ اولا النبي لما قال الحديث دوت ناقصات عقل ودين ما كانش بيهينهم خالص زي ما انتوا فاكرين. ناقصات عقل يعني الست العاطفه بتغلب عندها، مش معناه اللي انا بقول ان الست عاطفيه بس، برضو بتعرف تستخدم عقلها، ودي احلى حاجه في الستات ان العاطفه هي اللي بتغلب، عشان ده بيخليهم ان هم يبقوا عاطفيين ويتدلعوا علينا احنا كرجاله. احنا بنحب كده. وما تنساش ان امك برضو عاطفيه، ابوك بيفكر بالعقل وامك بالعاطفه، عشان كده معظم الولاد بيحبوا امهم اكتر من ابوهم. انت بتحب ان امك تدلعك وتعاملك كويس افتكر امك. اما ناقصات دين بقى عشان الست بيجي عليها مثلا الدوره او في عليها ايام ما بتعرفش لا تصلي ولا تصوم، فالنبي كان بيوصف حال مش بيهينها، حالها انها مش بتعرف لا تصوم ولا تصلي في الايام دي، عشان كده دينها ناقص في الحته دي، فكان بيوصف حال مش بيقول دينها ناقص اللي هو بيشتمها. نيره النجار تاكد مرتين. موضوع جميل وطريقتك حلوه، اول مره اشوف قناتك، بس برافو عليك، بس كده فعلا انتوا ناقصين عقل ودين. يا نهار ابيض يا نيره، يا نهار ابيض. رانيا you are very smart بجد. شكرا. وبس كده، اتمنى ان اكون وضحت. انا كنت اقصد الفيديو اللي فات والبنات يبطلوا يخافوا مننا، ويا ريت تدعمنا على بيبال لو تقدر تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.